أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي 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 قوي. راجعلكم طبعا بفيديو جديد بعد غيبه طويله بقى ان شاء الله. هنعمل فيها حاجات حلوه كتير. عملنا روتين حلو جدا جدا. انا عارفه ان انا غبت عليكم كتير، بس راجعين ان شاء الله بقوه. هنعمل فيديوهات كتير مع بعض وحاجه كده ايه هتبقى لذيذه ان شاء الله. بدأت الروتين بقى كده، قلنا ايه نوضب في المطبخ وكده. عايزه اقول لكم اني نقلت من شقه لشقه، فعشان كده غبت يعني. وطبعا انتوا عارفين ان النت على ما بيركب وعلى ما بياخد وقته وهكذا، خدنا وقت طبعا. ف المهم ان احنا رجعنا، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله راجعين بفيديوهات بقى قويه جدا جدا جدا. حبيت ابتدي معاكم بقى بروتين، ما يعني قلت ابتدي بقى معاكم بروتين كده. ما ابتديش بحاجه كده ايا كان يعني قليله، او اعمل طبخه ولا حاجه. انا عملنا روتين في المطبخ، روقناه وحلو جدا، وعملنا اكله حلوه جدا، غدوه حلوه سهله كده وخفيفه برضك. يا رب بقى الاكل بتاعنا يعجبكم، ويا رب الروتين بتاعنا يعجبكم. بدأت كده الموضوع كده، قلت ايه افضي الاطباق اللي موجوده على الرخامه، لو فيها اكله ولا حاجه حرام مبقاش عايزه ارميها. باحطها كده في طبق، لو حد كلها كلها، ما حدش كلها بقى خلاص. بيبقى ايه يعني ايه، بتبقى سهله كده، هي طبق واحد وبتبقى سهله في يعني ان انت تتخلصي منها. بس فبعد كده دخلت على المواعين، قلت اغسلها وكده علشان برضك اخلص منها، علشان يبقى الحوض فاضي بعد كده. مثلا ايه لو عايزه بقى اغسل الرخامه او اغسل البوتاجاز، يعني ما الفوطه مثلا ما اشطفهاش كل شويه على المواعين. تمام تمام. زي ما انتوا شايفين كده. يلا صلي على النبي كده وصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. داخلين بقى على رمضان بقى، بالاكلات بقى، بالروتينات القويه الجميله دي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون شهر الخير وشهر الفرج علينا كلنا يا رب، باذن الله. بس بجد بجد انا عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني كتير 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 يعني. كنت مفتقده التصوير، ومفتقده ان انا يعني اتكلم معاكم كده. كنت مفتقداه جدا جدا جدا، حاسه يعني ان في يعني في حاجه ناقصه كده. بس بجد بجد يعني ايه، هنرجع نعمل حاجات قويه جدا وحاجات جميله جدا ان شاء الله باذن الله. هنا بقى كنت طبعا بغسل المواعين كده. ايه رأيكم بقى في الاسعار والحاجة كده اللي ايه يعني اللي ماشية بيها كده؟ الدنيا ماشية بينا ازاي؟ مش عارفة والله. الاسعار الحمد لله يعني الحمد لله الاسعار غالية جدا جدا جدا. يلا الحمد لله، مش عارفة اقول ايه بصراحة. كان معايا تليفون بقى رديت عليه، معلش بقى نرجع تاني. انا مش فاكرة كنت بقول ايه. بس بقى هنشوف بقى، عايزين بقى شهر رجب دوت قرب ينتهي اهوت، وداخل علينا شعبان، وهنبتدي بقى تنظيفات رمضان ان شاء الله. شهر الخير، ربنا يا رب يجعله شهر البركة والخير كده علينا جميعا يا رب. ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم امين يا رب العالمين. هنعمل بقى روتينات بقى كده علشان نعرف ننظف بقى، ونعمل كل حاجة بإذن الله مع بعض بإذن الله يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. لو طالبين بقى اي حاجه، اي فيديو جديد، اي فكره جديده، اي حاجه، قولوها لي في التعليقات، وانا ان شاء الله ان شاء الله ننفذها مع بعض كده واحده واحده كده باذن الله. انا هنا كده كنت غسلت المواعين وخلصت، وفاضل لي بقى ايه الازايز كنت بملاها بردك كده. الفلتر بصوا الحنفيه بتاعته راكبه بس الفلتر عايز المهندس يعني يجي يعمل له صيانه.
اللهم صل على سيدنا محمد. الشمع بتاعه راكب وكل حاجه، بس كان المهندس يجي مش عارفه في حاجه في الموتور قال لنا عليها، يعني هيجي يعملها، فاحنا مستنظرينه، فان شاء الله ان شاء الله يركب على طول. هنا بقى خلصنا اهوت المواعين. بصوا نغسل بقى الحوض علشان يفضل على طول نظيف وبيلمع. انا ما بحبش الحوض المطفي، يعني ما بحبش الحوض اللي بيبقى لونه مطفي كده، انا مش بحبه. بحب الحوض على طول يبقى بيلمع كده وما يبقاش مدهن كده، بصي يخليكي تكرهي يعني وقفتك عليه. بس كده نشطفه بقى كده ويبقى زي الفل. وغسلنا الصفايه دي يا جماعه بعد كل غسله مواعين انا بغسلها على طول. ليه؟ هتبصي يعني هتسيبيها هتصفر، لونها هتصفر وتصدي ويبقى لونها وحش، وفي نفس الوقت تعمل روايح بقى كريهه في المطبخ مش هتحبيها. خلصت المواعين بقى كده، وكنت هعمل النهارده رز بسمتي، فجبت رز بسمتي زي ما انتوا شايفين كده، غسلته هغسله حلو، وبعد كده هروح حط عليه شويه ميه صغيرين وهسيبه شويه ايه انقعه زي ما انتوا شايفين كده. بس كده دخلت على البوتاجاز بتاعي. بصوا ما كانش مش نظيف، يعني كان نظيف، بس قلت لمعه بس كده. مشيت عليه بفوطه مبلوله، وبعد كده هروح حاطه عليه ايوه او الملمع الزجاج دوت، انا ببخه عليه كده وبروح منشفاه بفوطه قطن او باي قماشه قطن يعني عندك. بصوا بيرجع يلمع وبيبقى زي الفل، ما بيبقاش فيه اي حاجه. عايزه بقى نعمل تنظيف عميق للبوتاجاز ان شاء الله. كنت بجيب الاول سيترس سعره راح في خبر كان، كنت بجيبه والله الاول يعني مثلا في حدود 30 جنيه، دلوقتي عامل 50. فيعني الاسعار يعني الحمد لله الحمد لله رب العالمين. بس غسلت كده بمسح بقى الرخامة، بشيل كده الحاجة ورا، يعني الكاتل والشاي اللي هي بتاعة الشاي والقهوة وكده، غسلتها كده بلمع كده بقى تحتيها، عشان برضك عشان المطبخ مفتوح على الصالة وكده، فطبعا عشان بنهوي ونفتح الشبابيك وكده، فبرضك بيخش تراب وكده، فانا ببقى ايه يعني الرخامة دي لازم تتلمع كل يوم كل شوية بصراحة، كل ما بقف عليها اصلا لازم تتلمع على طول. بس كده هتقولي لي مثلا ايه بتلمعي الرخامه الجلاكسي ازاي؟ بتلمعوها ازاي بقى؟ زي ما انتوا شايفين كده بروح ملمعاها، واروح بخ عليها بختين كده من معطر الزجاج بترجع تضوي. طيب ما عنديش معطر زجاج، الراجل اللي عمل لي الرخام ده بقى ديت بقى ايه من بقه هو قال لي ايه قال لي وانتي بتغسليها بالصابون حطي عليها نقطة زيت، وانتي بتغسليها هتلمع معاكي وهتضوي وتبقى زي الفل. هنا بقى بدأنا نعمل في الغدا، المطبخ بتاعنا بقى زي الفل، راح زي الفل اهو. فاحنا نعمل ايه؟ نعمل الغدا. هعمل الاول سلطه كولسلو واحطها في التلاجة، وبعد كده نبتدي الغدا مع بعض. حطيت هنا علبه زبادي، وحطيت عليها مثلا علبه قدها كده مايونيز، زيها كده مايونيز، وحطيت عليها ايه سكر. انا ما عنديش عسل نحل، هو اساسها العسل النحل، ما عنديش عسل نحل، حطيت سكر. السكر يا جماعه بيدوب لما بتحطها في التلاجة نص ساعه قبل الاكل مثلا، والله بيدوب وما بتحسيش بيه اصلا. حطيت 3 معالق سكر وحطيت رشه ملح، وكانش عندي جزر. بصوا الجيش قالك اتصرف، ما كانش عندي جزر فرحت حاطه ايه الكرنب بس. تمام، كنت قطعاه كويس ورحت حطاه. هنا بقى بعمل الرز البسمتي. هنا بعمل ايه؟ جبت بصله قطعتها وحطيت معلقتين زيت ومعلقه سمنه، ورحت حاطه عليها ايه البصل، وزي ما انتوا شايفين مقطعاه صغير، وهي بصله صغيره، حطيته بس يتشوح شويه ورحت نازله عليه بالبسله والجزر. انا مبقاش عايزه البصله يبقى تاخد لون. بشوح كده البسله والجزر شويه، وبعد كده بحط ايه حبهان زي ما انتوا شايفين، وحطيت ايه مستكه، وهحط كبابه صيني دلوقتي. حطيت سنه فلفل اسود، حطيت دوت بودره زعفران، وحطيت قرفه، معلقه صغيره قرفه، وحطيت هنا معلقه كبيره، معلقه يعني بردك صغيره ممليه كركم، معلقه ونص كده بهارات رز بسمتي ماشي، وهحط مكعبين 2 مرقه.
اصل انا ما عنديش شوربه اسقي بيها، فانا هسقي ايه يعني؟ حطيت المرقه وحطيت حبه ملح بردك عشان يعادل الطعم، وما تكتريش ملح علشان المرقه بيبقى فيها ملح. حطيت بقى، صفيت الرز البسمتي اللي انا كنت نقعاه وحطيته عليه كده، هقلبهم تقليبه بقى كده، وهنزل عليهم بالميه بتاعتي. بس كده. طبعا انا ما بحطش الميه زي مثلا ما بعمل الرز، يعني مثلا المقدار العادي للرز البسمتي من كوبايتين 2 ميه لكوبايتين ميه لكوبايه رز بسمتي. طبعا انا نقعاه، قللي الميه شويه، قللي الميه شويه علشان ما يعجنش منك. انا هنا كنت بقلي بقى، كان عندي ستريبس كده رحت بقليه. وهنا كده بقى كنت بغرف بقى سلطه الكولسلو، كان طعمها خطيره جدا جدا جدا. انا معتمده الوصفه دي. وهنا بقى بغرف الرز البسمتي كده، والله مفلفل، وكان طعمه ما شاء الله ما شاء الله عليه جميل. زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله كان الاكل جميل وسهل وبسيط. قليت بقى كده انا الستريبس، وده الاكل بتاعنا كان في منتهى الجمال. هنا بقى كده بقى اخر اليوم قاعدين مبسوطين، عايزين نعمل قعدة حلوة بقى كده. نعمل ايه؟ عملت كده كوبايتين نسكافيه، اللي هو الكافيه ميكس. طبعا الكافيه ميكس دوت فيه غش بقى الايام دي ايه، مش معقول، ربنا يرحمنا يا رب. فالمهم عملت كده النسكافيه، وحط اللبن على النار. كان عندي سوداني بقى كده ولب، فقلت احط، اعمل مثلا لكل واحد كده طبق ياخده كده ياكل فيه لوحده وخلاص، احنا هنا 4. فقلت ايه، اعمل لهم كده كل واحد طبقه كده ياخده كده وخلاص، بدل ما يبقى ايه يعني ايه، يعني كل واحد ياخد براحته ويقعد في المكان اللي هو عايزه يعني. تمام. بدل ما يبقى مرتبط مثلا لازم يقعد في المكان اللي احنا قاعدين فيه، لا براحته، اللي عايز يقعد على تليفون، اللي عايز يقعد على التلفزيون براحته يعني. المهم كان عندي الكيكه ديت بردك حطيتها كده تتاكل كده جنب النسكافيه. بصراحه الكيكه دي كلتها انا وبناتي بس. بس فحطينا بقى كده وخلاص، كده اليوم بتاعنا انتهى. والسلام عليكم ورحمه الله.